السفر كمان غير في حاجات كتير، غير من نظرة العالم لبعضه. وانت بتشوف اللوحات العالمية اللي بتصور حياة المصريين في القرن ال18 وال19، بتشوف مصر لكن بعيون أوروبية. الأوروبيين لما جم مصر في الوقت ده ورسموا اللوحات دي، العالم كله انبهر وشاف العالم الإسلامي بشكل تاني. وعشان كده بقى في حاجة اسمها الولع بالشرق، وده اللي خلى السياحة الأوروبية لمصر تزيد وتستمر لحد دلوقتي. ومش بس الأوروبيين هم اللي غيروا في بيئتهم لما سافروا، كمان المصريين لما بدأوا يسافروا أوروبا غيروا كتير من مفاهيمهم عن الحياة. البعثات اللي عملها محمد علي لأوروبا غيرت كتير من القوانين ومن العادات ومن النظم الاجتماعية في مصر. والشيخ محمد عبده لما سافر فرنسا كمان هو اتغير كتير، وجي وقال كلمته الشهيرة جدا: وجدت إسلاما بلا مسلمين، وحينما عدت وجدت مسلمين بلا إسلام. وده اللي غير نظرتنا لأوروبا وخلانا نعرف إن مش كلهم أعداء ولا رجس من عمل الشيطان. كمان طه حسين لما سافر أوروبا وعمل الدكتوراه بتاعته رجع شخص مختلف تماما. صحيح فضل زي ما هو متمسك بهويته وتكوينه، لكن طور جدا في الفكر والتعليم والمنهج اللي كان بيشتغل بيه. كمان لما مصطفى كامل سافر أوروبا قدر يغير من نظرة العالم لمصر والمصريين، وقدر ينتزع منهم اعتراف بضرورة رفض الاحتلال لمصر، ووصل صوته للقادة في أوروبا على أكمل وجه. وده اللي مهد الطريق بعد كده لسعد زغلول إنه ينادي بالاستقلال، وإن مصر تعمل أول دستور في تاريخها. مش بس كده، أحمد شوقي كمان لما اتنفى خارج مصر قدر يكتشف نفسه من جديد، وبعد ما سافر عرف قد إيه حبه لمصر وتاريخها وشعبها. وبعد ما كان بيحط رضا الخديوي قبل كل اعتبار، بقى يحط قدام عينيه الشعب المصري وبس، وبقى صوت الشعب وشاعره وضميره.